السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خماسية كالعادة. رسميا تأهل صن داونز جنوب افريقي للدوري المقبل، تأهل عن جدارة واستحقاق. يعني حاليا صن داونز الجنوب افريقي لو خسر مباراته امام الهلال وخسر مباراته امام فريق القطن يعتبر صن داونز الجنوب افريقي تأهل رسميا. يبقى الدور على الهلال. الان الهلال امامه فرصة تاريخية، فرصة يقدر يتأهل فيها على حساب فريق الاهلي المصري. الهلال يكفيه الانتصار على صن داونز الجنوب افريقي وما صعب. صن داونز الجنوب افريقي خصم ممتاز، خصم قوي، خصم عنده امكانيات وعنده قدرات، لكن ما صعب الهلال ينتصر عليه. بيحرز اهداف لكن عنده اخطاء كبيرة جدا. اذا لعبت بواقعية ولعبت باحترام للخصم ولعبت بمنطق كرة القدم ولعبت على امكانياتك بتنتصر على صن داونز باذن الله. نحن لعبنا مع صن داونز الجنوب افريقي في جنوب افريقيا وخسرنا بنتيجة 1-0. الهدف كان نتيجة لخطأ، وكان عندنا فرص كان بإمكاننا نعدل في نتيجة المباراة. طيب نتحدث شوية عن خسارة الأهلي المصري. الأهلي المصري صراحة وصلوا مرحلة كده من الغرور على أساس أنه لعبوا أمام ريال مدريد ولعبوا أمام فلامينغو، فرق كبيرة وفريق لا يخسر إلا من الفرق الكبيرة. خسارتهم كانت من الهلال السوداني بالنسبة لهم صدمة، لأنه بيعتبروا الهلال ده بالنسبة لهم فريق عادي، يعني فريق ضعيف مهلهل الامكانيات، فريق ما عنده امكانيات، ما عنده قدرات، ما عنده اي حاجه. ده بالنسبه لهم الهلال، لانه كانوا مستنكرين خسارتهم من الهلال ووقفوا كثير جدا في الخساره من الهلال. تحدثوا على اساس انه يعني كانه فريقهم ده ما بيهزم، وكانه نقاط الهلال دي من السهل جدا يعني يكتسبوها، ولولا يعني حسن حظهم وسوء حظ الهلال كان على الأقل أخذوا الخمسة اللي أخذوها من صن داونز الجنوب افريقي. شفتوا فرص بالجملة وكان ضربة الجزاء وأهداف عديدة ضاعت للهلال. الأهلي فيه مشاكل واضحة جدا، واضحة للعيان، لكن الموجودين في الأهلي، إدارة الأهلي، إعلام الأهلي ما وقف على المشاكل الحقيقية اللي بيعاني منها الأهلي. لا، الأهلي بقى يقلل من الخصوم، يقلل من الهلال، انه الهلال ده فريق ضعيف وفريق ممكن يسيطر عليه، وندمانين انه المباراة اللي خسروها امام الهلال انه المباراة دي ما مفروض يخسروها. يعني ما كان شايفين الهلال ده فريق، وناسين انه عندهم مشاكل وعندهم اخطاء موجودة والفرق استفادت منها حتى في الدوري المصري. دي حقيقة. الاهلي خسر المباراة دي بالغرور، ومباراة الهلال برضو خسر بالغرور، وحيخسر من القطن. نكون واضحين، الاهلي اللي شفته انا ده حيخسر من القطن. القطن على فكرة ما فريق ساحل، فريق نحن القطن ده في الكاميرون يعني بنقول شنو يعني بمجهود خرافي حتى قدرنا ننتصر على هذا الفريق. فريق الناس متجاهلاه ومش سهلاه كويس، لكن فريق يعني لابد من عطل الفريق. ما بيقدر يعطل صن داونز جنوب افريقيا لانه في جنوب افريقيا، لكن ممكن بنسبة 100% يعطل لك الاهلي المصري في الكاميرون. وفريق لابد يعني يثبت وجوده ويثبت امكانياته ويثبت مشاركته، انه هذه المشاركه ما جات صدفه. حتى الاعلام المصري بيتريق عن القطن ده، يقولوا كيف يتاهل لهذه المرحله. صن داونز يتاهل رسميا، يعني حتى حاليا لو قالوا يا اخي والله نحن ما عايزين ما جايين او جابوا لنا الناشئين او حاجه زي دي، بالنسبه لهم يتاهلوا، الموضوع بالنسبه لهم انتهى. نحن عندنا مباراه مهمه امام فريق صن داونز الجنوب افريقيا، نحترم صن داونز، ناخذ كل الامكانيات، نلعب على امكانياتنا وننام بحظوظنا. عندنا 3 نقاط عايزين نهي من صن داونز الجنوب افريقيا. نمشي مصر دي نسوق معانا الناشئين، نسوق البدلاء، نمشي نقزقز انا هكون نحن يدهنا. وما بنقلل من الاهلي المصري، نحترم الاهلي المصري جدا، نحترم صن داونز، نحترم كل الفرق الكبيره اللي بتشارك في هذه البطوله، ولن نقلل من امكانيات اي فريق. الغرور اللي وقع فيه الاهلي المصري نحن ما عايزين نقع فيه. انتصر على الاهلي ده من حقهم، الناس آمنوا بقدراتهم، آمنوا بإمكانياتهم. خصمي ما احترمهم جدا، خصمي بيستهين بيهم، خصمي بيستهتر بكل الخصوم اللي قاعدة تواجهه، ودي مشكلته يتلاقيه. خصمي ما عايز يعالج مشاكله الحقيقية. اتهزم من الهلال، مشوا كتبوا له مبررات وشكوى، قال يا أخي والله الشمس
وتاني حاجة قال يا أخي الصرف الصحي وما يعني أشياء لا تصدق. يا أخي أنت كان تقول يا أخي والله نحن تهزمنا من الهلال ده، نتيجة اليوم الهلال كان أفضل مننا في هذه المباراة، لذلك نحن تهزمنا في هذه المباراة. تجيب على مشاكلك تواجه مشاكلك، لكن بتشتكي الهلال عمل والهلال سوى، بالرغم انه الهلال قدم لك استقبال وقدم لك احترام ما حصل لقيته. ولا الفرق الجات بعدك حتلقى الاستقبال ده، سفير وما عارف شنو صالة رئاسية، وده كله في النهاية قلت هوي الناس دي ما احترموني ما سووني عشان تضاري انك خسرت من الهلال، لانك بترى انك كونك تخسر من الهلال ده ما مقبول. لا مقبول، الهلال ده في افريقيا، والهلال قادم باذن الله حيكون هلال مختلف تماما. وكل واحد بيتحدث عن الهلال وبقلل من قيمة الهلال تاريخ، ما في 2 3 بيتحدثوا عن تاريخ الهلال. مرينا بظروف وحنمر بظروف، لكن بعدين من الآن نحن حنخطط لمراحل إن شاء الله حنكون فيها أفضل وأفضل. من الآن فصاعدا إن شاء الله حنبني فريق صن داونز الجنوب أفريقيا ده الأسس حاليا هذا أفريقي والناس بتتكلم عنه، أسس عام 86. يعني لما أسسوا الهلال ده خلاص تاريخ بالنسبة له، فريق بامن بحظوظ بامن بإمكانياته ومشى. بيترو اتلتيكو الانغولي الان ما شاء الله بيقدم في مستويات ممتازه، عندك سيمبا، عندك الفرقه التنزانيه دي زمان الناس ما جايبها لها خبر، الان كلها اتطورت، الناس اتطورت بمجهود وبفكر وبمال وبشغل. نحن الهلال عندنا فرصه كبيره نتاهل للربع النهائي، لكن على الاقل نامن بحظوظنا، نحترم الخصم، وحكايه تواطؤ وما تواطؤ لا الكلام ده معانا ما ينفع. اليوم حتشوف الاعلام المصري هيتحدث عن التواطؤ، حتى التصريحات مدرب الاهلي مارسيل كولر قال نتمنى صن داونز يلعب بشرف. شرف كيف اكثر من 5؟ شرف كيف يعني؟ شرف كيف؟ والله الا الشرف ده انا ما عارف غايته. قال نتمنى يلعب في مبارياته المقبله بشرف. يا اخي خلاص صن داونز ده هيجيب، قول يا اخي والله جاب البدلاء للهلال ده، انا ده منتصر ومتاهل للريح لعيبتي، وين المشكله يعني؟ يعني ما شرف؟ ده شرف. ونحن ذاته نلعب بشرف إن شاء الله وننتصر ونتأهل للمرحلة المقبلة. نامن بحظوظنا، نامن بإمكانياتنا، وإن شاء الله حنمشي بعيدا في هذه البطولة. أهم شيء الناس يعني ما تفرح الفرح الزايد بانتصار صن داونز على الأهلي المصري. صن داونز هيجينا في استادنا، ونحن ما عندنا حل غير ننتصر على صن داونز الجنوب أفريقيا. صعوبة المباراة، الناس تتحدث على أهمية المباراة، الناس تحاول تكون إيجابية في السوشيال ميديا، ما نقلل من الخصم، نحترم الخصم. في النهاية عندنا 3 نقاط عايزين نشيل وعايزين نتأهل للمرحلة المقبلة، وبعدها لكل حادث حديث. الكلام ده إن شاء الله الناس تامن به. عندكم مباراة المنامة، الناس برضو تحاول بقدر الإمكان يعني تكون مهتمة بهذه المباراة. على العموم نقول ألف مبروك لصن داونز الجنوب أفريقيا، حبايبنا وناسنا وما عندنا مشكلة كونهم يعني انتصروا على الأهلي المصري، على الغرور، على الكبرياء، على كل حاجة. الناس انتصروا بمجهود، انتصروا بعرق، ونحن إن شاء الله على الدرب سايرين، وإن شاء الله بإذن الله مدخلين مع صن داونز الجنوب أفريقي، والقادم أحلى. والناس إن شاء الله تكون قدر المسؤولية وقدر التحدي، وتقرب قاشة وتبقى قدر المرحلة. وإن شاء الله إننا خطوة واحدة ومباراة واحدة، وإن شاء الله نكون مدخلين للمرحلة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.